زوجة الرئيس تبون متهمة باختلاس 60 مليار سنتيم جزائري، لكن شيئا لم يتغير بما يخص هوية السيدة الأولى، فلا اسم لها ولا صورة ضمن الأخبار المتداولة، لتكتفي هذه الأنباء بوصفها ليلى طرابلس الجزائر، في مقاربة مع فساد زوجة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي. لتعيد الأنباء المتواترة عن زوجة تبون الجدل حول عائلة الرئيس بعد أشهر على تبرئة نجله خالد تبون من قضايا فساد وتهريب كوكايين. قضية البويرة. لم يكد موقع الجزائر تايمز المعارض ينشر خبرا يتحدث عن فساد زوجة الرئيس التي لا يعرفها أحد، حتى تلقفته عدد من وسائل الإعلام بتفاصيل بينها أن محكمة البويرة تنظر قضية اختلاس 60 مليار سنتيم من إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري بولاية البويرة